يقول تعالى في كتابه العزيز: وبالوالدين إحسانا. وفي آية أخرى يقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فهل الإحسان هو الحسن؟ بالطبع لا، فقد اتفقنا أنه لا ترادف في القرآن. وبالوالدين إحسانا، الإحسان هو البر المادي، هو توفير ما يحتاجانه من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك. لذلك استخدم القرآن العظيم حرف الباء الذي يفيد الإلصاق، فلا يحتاجان أبداً وأنت على قيد الحياة ما دمت قادرا، سواء كنت بعيداً عنهما أم قريبا. ويدخل في مقام الإحسان إلى الوالدين عفوك وصفحك عن أخطائهما، مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فعفوك وصفحك عن أخطاء والديك من باب الإحسان إليهما مهما فعلا. أما في قوله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فالحسن هو البر المعنوي، إظهار الحب والعطف لهما، التلطف لهما بالكلام الطيب وغير ذلك، طاعتهما فيما لا يغضب الله. ثم نجد أن القرآن العظيم قد أطلقها في آية ثالثة فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، فلم يقل إحسانا ولا حسنا، ليجعلها مطلقة لتشمل الإحسان والحسن، لتشمل البر المادي والمعنوي. الأبوان باب من أبواب الجنة، فإن كان هذا الباب ما زال مفتوحا أمامك فحاول أن تدخل منه قدر المستطاع. وإن أغلق هذا الباب في وجهك كما أغلق في وجه البعض فالزم الدعاء لهما، واعلم أن دعاءك دليل صلاحك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وولد صالح يدعو له.